ان شاء الله من خلال الفيديو ده هنعرف الحاجات اللي المفروض تخلي بالك منها كويس جدا قبل ما تنفذ او حتى تخطط لتنفيذ اي مشروع او اي عمل حر ليك. معظم الناس اللي بتتكلم عن البيزنس او رياده الاعمال او العمل الحر بشكل عام بيتكلموا دايما عن الجانب السيء اللي موجود في الوظيفه، فكره المواعيد الرسميه او فكره الروتينيه اللي موجوده في الوظيفه او الالتزامات الاداريه، وفكره ان الوظيفه مش هتخليك تقدر ان انت تعمل ثروه كبيره او ان الوظيفه مش هتخليك تعرف تعمل فلوس. ولو افترضنا ان الكلام ده كله صح، لازم تكون عارف حاجه مهمه جدا، وهي ان زي ما الوظيفه فيها الجانب السلبي او السيء، بيكون في برضه جانب سيء وسلبي في العمل الحر، ولكن مش دايما الناس دي هتقول لك عليه. وسواء كانت الوظيفه او العمل الحر او اي شيء تاني، مهم جدا ان انت قبل ما تاخد الخطوه تجاه الشيء ده تكون عرفت كل حاجه عنه وتكون شفت الصوره كامله قدامك. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سمير حنفي، وده اول فيديو في سلسله كلامنا عن البيزنس او رياده الاعمال او العمل الحر بشكل عام. تقدر تشوف فيديوهات ليها علاقه بتنميه وتطوير الذات في القناه هنا. تقدر ان انت تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه علشان تقدر ان انت تتابعنا اول باول. لو اتكلمت مع اي حد وقلت له ان انت عاوز تبدا مشروعك الشخصي او عاوز تبدا في مجال العمل الحر، هيقول لك جهز 3 حاجات: الفكره بتاعت مشروعك، راس المال اللي هيحتاجه مشروعك، المكان اللي انت هتنفذ فيه المشروع، ويلا نفذ المشروع بتاعك. ومن غير ما نقلل من اهميه الحاجات دي باعتبارها حاجات اساسيه مع بعض الحاجات التانيه، ولكن بيكون في بعض الحاجات التانيه الفرعيه واللي ممكن تكون اهميتها اكبر من الحاجات الاساسيه دي، واللي مش كل الناس بتتكلم عليها، ولكن انت هتعرفها او هتتصدم فيها بمعنى صح مجرد ما تبدا وتنزل تنفذ مشروعك على ارض الواقع. يعني بمعنى صح الحاجات دي هتيجي او هتكتسبها من خلال الخبره او التجربه، ومش كل الناس عندها الخبره او التجربه، وبالتالي مش كل الناس هتقدر ان انت تكلمك في الحاجات دي. فانا من خلال خبرتي وتجربتي الشخصيه على ارض الواقع لبعض المشاريع اللي الحمد لله فشلت، وبرضه لبعض الاعمال الحره اللي الحمد لله نجحت، وبرضه باستنادنا لبعض المصادر العلميه، ان شاء الله هنتكلم النهارده عن اهم الحاجات اللي تساعدك ان انت تبدا في مجال العمل الحر او تساعدك ان انت تبدا في مشروعك الشخصي. خلينا في البدايه نقول ان اي عمل حر او اي بيزنس او اي طريقه من الاخر كده تجيب لك فلوس بتعتمد على حاجه اساسيه، وهي فكره ان انت تقدم خدمه او منتج لشخص معين او لمجموعه اشخاص، وبتاخد المقابل تجاه الخدمه او المنتج اللي انت قدمته ده. والتعريف البسيط ده هيعرفنا نوعين من العمل الحر. النوع الاول هو ان انت تقدم الخدمه او المنتج بتاعك من خلال مشروع او شركه او براند معين. فكره ان انت بتشتري منتج معين بسعر الجمله اللي هو بسعر اقل، وبتبيعه للعملاء مره تانية من خلال المشروع او البيزنس بتاعك بعد ما بتكون حطيت عليه نسبه الربح بتاعتك. وبرده الموضوع مش بيرتبط على المنتج بس، ممكن يكون مثلا خدمه رقميه زي الديجيتال ماركتنج اللي بتقدمها شركات التسويق، او ان الموضوع ما يكونش لا منتج ولا خدمه، ممكن يكون فكره زي مثلا الافكار اللي بتقدمها شركات التصميم او الديزاين. المهم يعني نختلف او نتفق اسمها شركه او مشروع، ليها راس المال بتاعها، ليها المكان بتاعها، ليها الخدمه او المنتج اللي هي بتقدمها. ونكون عارفين ان الحاجات دي كلها طبعا حاجات اساسيه مع بعض الحاجات التانيه اللي احنا ممكن نعمل لها فيديو لوحده علشان تقدر ان انت تعمل مشروعك او البيزنس الخاص بيك. دبانه اقسم بالله رخمه موت. النوع الثاني من العمل الحر هو فكره ان انت تقدم الخدمه او المنتج بتاعك من غير ما تنشئ الشركه او المشروع الخاص بيك على ارض الواقع، زي ما بنشوف كده في شركات الاونلاين. وبرده النوع ده مش بيعتمد بس على المنتجات، ممكن يقدم لنا كمان خدمات كتير جدا زي ما بنشوف كده في مواقع الفريلانسر، واللي ممكن نلاقي فيها خدمات زي الجرافيك ديزاين، الترجمه، البرمجه، الديجيتال ماركتنج، وحاجات كتير جدا. ومش بس الحاجات دي، في حاجات تانية وخدمات كتير جدا تقدر تشوف الحاجه اللي انت بتحبها وشاطر فيها، او انك تتعلم حاجه انت بتحبها وتكون شاطر فيها عشان تقدر في الاخر ان انت تقدمها كخدمه. ومش شرط ان انت تقدمها من خلال مواقع الفريلانسر، ممكن تقدمها من خلال شغلك في بعض الشركات واللي قلناها في اول نوع، او من خلال تعاملك المباشر مع العميل او الكلاينت اللي مهتم بالخدمه اللي انت بتقدمها. ودي حاجه هتودينا حاجه اسمها البيرسونال براندنج، فكره ان انت ازاي توصل للناس اللي مهتمه بالمنتجات او الخدمات اللي انت بتقدمها، او بمعنى صح ازاي تخلي الناس اللي مهتمه بالمنتج اللي انت بتقدمه توصل لك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، او من خلال زي ما قلنا من شويه البيرسونال براندنج، واللي ممكن نعمل لها فيديو لوحده. معلش انا كل شويه اوصل لنقطه ان انا حاجه جديده اعمل لها فيديو لوحده، الموضوع كله معلومات ومتشعب جدا، فبالتالي انا بحاول اوضح الصوره علشان تكون كامله لحضراتكم. ولكن خلاص كفايه كده، احنا دلوقتي هنبدا في الحاجات الاساسيه اللي تساعدك او اللي تحطها في حسبانك قبل ما تبدا مشروعك الشخصي او قبل ما تبدا في العمل الحر الخاص بيك. واول الحاجات دي هي الاستعداد. هل انت مستعد بشكل كافي ومهيأ ان انت تواجه المخاطر والتحديات اللي ممكن تقابلها في المشروع بتاعك؟ ده سؤال مهم جدا واجابتك عليه مهمه جدا جدا، ولكن لازم نوضح حاجه مهمه، وهي فكره ان الموضوع ده مرتبط باستعدادك انت كشخصك. فكره ان انت تكون مستعد ان انت تتحمل المخاطر والتعب اللي انت هتواجهه في الشغل ده، ولكن الموضوع مش مرتبط ابدا بالظروف اللي حواليك. مش لازم الظروف اللي حواليك تكون مناسبه او ان هي تساعدك بنسبه 100%، طول ما انت مصدق نفسك وطول ما انت عندك استعداد وشغف
ان انت تبدا في الحاجه دي، ما تستناش دايما الظروف، اتفضل ابدا. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده ودي مرتبطه بمجموعه المهارات او السكيلز اللي المفروض تكون عندك لو انت هتشتغل على النوع الاول من العمل الحر اللي بيحتاج تطبيق على ارض الواقع. ففي بعض المهارات الاساسيه اللي هتساعدك ان انت تدير وتشغل مشروعك بشكل احسن. مهارات ليها علاقه بالاداره، التسويق، الاتصال، المبيعات، الحسابات، ومهارتك ومعرفتك كويس جدا جدا بالمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. وبرضه لو هتشتغل على النوع الثاني من مجال العمل الحر هيكون في بعض المهارات اللي المفروض تكون عندك، زي ان انت مثلا المفروض تكون شاطر في اللغه، المفروض تكون شخص عندك قدره عاليه على الابتكار، وبعض المهارات الثانيه. وخلينا نركز كويس جدا على مجموعه المهارات اللي المفروض تكون عندك، ومش بس عندك، لا تساعدك ان انت تقدم الخدمه او المنتج بتاعك للعملاء بتوعك في احسن صوره. ممكن شخص يكون عنده مهارات كتير جدا ولكن مش هيستخدمها او مش هتساعده ان هو يقدم المنتج بتاعه او مش هتساعده ان هو يطور او ينمي المنتج بتاعه، فطبعا بيكون ملهاش لازمه. لازم تدور على المهارات اللي تتناسب مع الخدمات او المنتجات اللي انت بتقدمها وتخليها تتطور بشكل كبير. الحاجه رقم 3 وهي الوقت. خليني اقول لك ان انت لو عندك كل المقومات اللي تخليك تعمل مشروعك الشخصي، ومش مشروع واحد، لو عندك المقومات اللي تخليك تعمل مشروع واثنين وثلاثه وما عندكش الوقت الكافي اللي يخليك تدير المشاريع دي بشكل احسن، صدقني هتفشل. انا واحد من الناس اللي عاندت نفسي في الموضوع ده وعملت مشروع الشخصي من غير ما يكون عندي الوقت الكافي اللي يخليني ادير المشروع ده بشكل احسن. وعايز اقول لك المشروع في البدايه نجح، ولكن بعدين ادركت انه مش هيكمل بنفس وتيره النجاح دي الا لو اديته الوقت الكافي، وبالفعل المشروع في النهايه فشل. قبل ما تبدا في تخطيطك اصلا للمشروع بتاعك، وقبل ما تبدا ان انت تختار الفكره بتاعه مشروعك، اتاكد الاول ان انت عندك الوقت الكافي اللي يخليك تدير المشروع او الفكره دي بشكل احسن. الحاجه الرابعه اللي هنتكلم عليها النهارده وهي الاتجاهات والفرص. ويمكن الحاجتين دول بيتاثروا بشكل كبير جدا بالبيئه المجتمعيه اللي انت بتكون فيها. فكره انت مثلا لو هتعمل مشروعك في قريه في الصعيد، فبالتالي الاتجاهات بتاعتك هتكون مختلفه شويه والفرص بتاعتك هتكون قليله لحد ما. ولكن لو هتعمل الموضوع ده في المدينه او في محافظه في الصعيد، برضو الاتجاهات ممكن تختلف شويه ولكن الفرص هتعلى اكتر من كده. اما لو انت هتعمل مشروعك في وجه بحري، محافظه في وجه بحري، هتلاقي الاتجاهات اختلفت تماما وكمان زاد معاها الفرص اللي بتكون ليها علاقه بالمشروع بتاعك. فبالتالي الاتجاهات والفرص دول حاجتين بيتاثروا بشكل كبير جدا بالبيئه المجتمعيه اللي انت بتكون فيها. وبالتالي مهم جدا في مرحله تخطيطنا للمشروع ودراسه الجدوى واختيارنا لاهداف المشروع ونوعه تكون في ضوء الاتجاهات اللي موجوده في البيئه المجتمعيه اللي احنا هنعمل فيها المشروع بتاعنا، وبرضه نحاول نراعي او نستغل على قد ما نقدر الفرص اللي هتكون موجوده. الحاجه رقم 5 اللي هنتكلم عليها النهارده وهي فكره المشوره والتوجيه. فكره التوجيه هنا، التوجيه يعتبر احد اهم عناصر العمليه الاداريه طبعا، اللي بتتكون من تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابه. ولكن التوجيه داخل عناصر العمليه الاداريه ممكن يرتبط اكتر بفكره ان انت كشخص مسؤول عن العمل او كشخص مدير جوه شركه او جوه مؤسسه معينه بتوجه الموظفين او العاملين عندك في المؤسسه تجاه الهدف الخاص بالشركه او بالمؤسسه دي. ولكن التوجيه هنا قصده ان انت بتوجه نفسك من خلال المشوره اللي بتسمعها من الناس اللي عندها خبره تجاه العمل او تجاه المشروع اللي انت هتعمله. فما تبخلش على نفسك ان انت تسمع من الناس اللي عندها خبره، حتى لو انت شخص ما فيش منك اتنين في مجالك، حاول على قد ما تقدر ان انت تسمع للناس اللي مروا بالحاجه اللي انت لسه هتمر بيها، او حتى لو انت عندك خبره في الحاجه دي كمان اسمع للتجارب اللي حواليك، صدقني هتساعدك او هتفيدك ولو بقدر قليل. الحاجه رقم 6 والاخيره واللي تعتبر في نفس الوقت هي بدايه لعمليه التخطيط او مرحله ان انت تحدد الاهداف بتاعه المشروع بتاعك، وهي فكره ان انت وانت بتحط الاهداف بتاعتك تراعي ان انت تحط اهداف قصيره المدى ممكن تحققها مثلا خلال من 3 ل 6 شهور، وبرضه تحط اهداف بعيده المدى تقدر انت تحققها مثلا خلال من 3 ل 5 سنين، علشان ده هيعرفك مدى الانجاز اللي انت هتوصل له اول ما ان شاء الله تبدا مشروعك. احنا هنوقف عند النقطه دي وهنستكمل باقي السلسله ان شاء الله، هنتكلم فيها عن البيزنس، ويمكن الفيديو اللي جاي هيكون ليه علاقه بعمليه التخطيط وان احنا ازاي نحط الاهداف بتاعتنا الخاصه بالمشروع بتاعنا. وعلشان كده اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه علشان تقدر انت تتابعنا اول باول، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.